كأس العالم 2022. المرشحون: استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية. الفائز بتنظيم كأس العالم 2022 قطر. الفائز باستضافة كأس العالم 2022 دولة قطر. القصه غتبدا في 2 ديسمبر عام 2010 باللي اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا منح قطر الشرف باستضافه بطوله كاس العالم لكره القدم لعام 2022، واخيرا اول دوله عربيه غتنظم كاس العالم في تاريخ البطوله اللي كيبلغ 92 عام، المسابقه الاكثر جماهيريه على مستوى العالم. وهنا قطر بدات كتعرض بزاف ديال الهجوم والانتقادات من طرف الغرب ما تسرطاتش ليهم وبداو كيلقاو لها في الاعذار. الاخوه والاخوات، منذ ان نلنا شرف استضافه كاس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابيا ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير. ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. في الاعذار بداو تيقولوا ان قطر سخونه بزاف فيها الصهد، ما يمكنش نلعبوا في قطر وهي سخونه. قطر ناضت وتحزمات وقالت لهم كاس العالم غيكون شتوي ما غيكونش في الصيف، وتاهدت انها غدير الكليمه في اي بلاصه، في الشوارع، في التيرانات، في اي بلاصه غدير الكليمه. وبالفعل خدمات على هذا الشيء ونجحت فيه. اي بلاصه كتلقى فيها الكليماتيزور، مشيتي للملاعب كتلقى، لدرجه ان الكرسي اللي كيريح عليه المتفرج كتلقى فيه كليماتيزور ديالو خاصه به. في اي بلاصه درتي كتلقى الكليماتيزور. قطر هنا سدات عليهم هذا الباب. باللي سد عليهم هذا الباب قالوا ان قطر ما يمكنش دوله صغيره تقدر تكون قطر قد مدينه في اوروبا. كيفاش غتنظم كاس العالم، واحد الحدث اللي عالمي اللي كيتابعوا اكثر من 3 مليار ديال البشر في العالم. ناضت قطر تحزمات وخدمات على راسها وقالت لهم وشكون اللي قال لكم هذا الشيء، انا قاده بشغلي، اللي ما عنده سيدو عنده لا لا. اصلا قطر بلي دفعت الملف باش تنظم كاس العالم كانت مستعده لهذا الحدث، وتميز الملف القطري بانه غيكون افضل تنظيم لانها عندها بنيه تحتيه قويه ومتطوره ومازال خدامه على البنيه التحتيه، وجميع الملاعب اللي غيكونوا فيها المباريات قريبه لبعضها، كتفرقهم مسافه 60 كيلومتر فقط. وزياده على هذا الشيء قطر مازال كتزيد في الملاعب اللي واعرين بزاف بتقنيات عاليه ومتطوره، وهو امر اللي غيبهر اللجنه التنفيذيه التابعه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا برؤيه معماريه فريده من نوعها، بالاضافه الى خطه طموحه كتهدف الى تسخير طاقه اشعه الشمس والاستفاده منها في انعاش اللاعبين والجمهور بطريقه صديقه للبيئه. خسرت مبالغ خياليه في هذا الشيء كامل باش تصايب بالوطيلات، باش تبني الملاعب. سدات اليوم قطر هذا الباب. ناضوا عاوتاني بداو تيقولوا لا ما يمكنش، هذه البنيه التحتيه ما صديقاش للبيئه كتلوث البيئه. ناضت قطر وعاوتاني سدات عليهم هذا الباب. اي تران تيمشي وسط قطر الا وتيمشي بالضوء. جميع المشاريع تقريبا خدامه بالطاقه الشمسيه، يعني اي حاجه صديقه للبيئه وما كتاثرش على البيئه وما كتلوثش البيئه. سدات عليهم عاوتاني هذا الباب، دازوا لها الباب اخر. بداو تيقولوا ان قطر ما كتحترمش اجور العمال اللي خدامين عندها في المشاريع ديالها، ما كتخلصهمش مزيان، كتكرفص عليهم، كيسكنوش مزيان، ما كيشربوش مزيان، ما لابسينش مزيان. نارت قطر عاوتاني وخدمات على هذا الموضوع. مشات فتحت واحد المكتب ديال الشكايات، اي عامل عنده شي شكايه او عنده شي مشكل او سميتو يتقدم لذاك المكتب وغيحلوا ليه كاع المشاكل ديالو. وهنا باللي ما لقاو مين يشدوا لقطر بداو تيقولوا ان قطر ما كتحترمش حقوق المثليين. من الاخر هذا الشيء كامل علاش كانوا ناويين من الاول ان قطر دوله عربيه ومسلمه وما يمكنش غتقبل بالمثليين والشذوذ والعياذ بالله. لهذا ما بغيناهاش تنظم كاس العالم، واحد الحدث عالمي ما وراء الكواليس. انما قطر زي ما بقول هتشرف العرب وهتشرف المسلمين. قليل قوي من قمم الجامعه العربيه ان يبقى في موقف واحد. كل جميع الدول العربيه دعمت قطر لاستضافتها كاس العالم، فحاجه كويسه. فاحنا عاوزين نظهر للعالم ان هناك دوله عربيه اسلاميه هتبهركم وهتقدم لكم بطوله انسانيا في المقام الاول، وبعد كده تتفرجوا على دوله عربيه بتحترم تقاليدها وعاداتها ودينها. احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتاقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. صحيح. والعالم محتاج هدنه، فيا رب يكون كاس العالم شهر هدنه.